احنا بنعتبر ان الخشوع ده رزق، وزي ما الناس بتسعى على ارزاقها ان هي بتطلع تشتغل وتاخد بالاسباب وتدعي ربنا، نفس الكلام الخشوع ده محتاج دعاء ومحتاج تاخد بالاسباب. زي مثلا الاستحضار عظمة ربنا سبحانه وتعالى، زي التدبر في الآيات. لكن ممكن ننبه لحاجة معينة كده ممكن كتير من الناس ما تاخدش بالها منها، إن مش معنى إن أنا خاشع إن أنا أعمل كده مثلا، أو إن أنا قلبي على طول الخط متأثر بالآيات. وفي بعض الأحيان بنقيس نفسنا على الصورة دي، لكن الخشوع ده هنعتبره سلالم عشان توصل له، محتاج إن أنت تطلع على السلالم دي، أول سلمة وتاني سلمة وتالت سلمة. هي مسألة إن أنا فعلا أمرن نفسي على إن أنا أعطي سمعي للقراءة اللي بتقرأ، استمع زي ما ربنا قال في القرآن: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يبقى أنا أهم حاجة في الصلاة إن أنا يبقى ودني مع القراءة. طيب أنا بسرح، كل ما تسرح رجع نفسك تاني، كل ما تسرح رجع نفسك تاني. طيب أنا لحد إمتى؟ لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح ويأذن، لأنك هتلاقي إن أنت لو طبقت الخطة دي أول مرة ممكن تقعد مثلا في الصلاة الواحدة بتسرح 30 40 مرة، لكن لو طبقت حتة إن أروح وأرجع وأروح أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد كده أرجع تاني وأسرح تاني وأقوم بعد كده أتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أو من شر نفسي، يعني أنا جاهد نفسي إن أنا أرجع تاني، أحط نفسي في المود بتاع الاستماع والتركيز مع الآيات اللي بتقرأ دي. ده في حد ذاتها خطوة مهمة جدا. ممكن أروح وأرجع وأروح وأرجع، بس لو مشيت على الخطوة دي ممكن بعد فترة سرحاني معدله يقل. يبقى الصورة الأهم اللي أنا عايزك تبحث عنها وتوصل لها إن أنت من أول الصلاة لحد آخر الصلاة أنت كل ذكر أنت مركز فيه، في ذكرك مركز، في قراءة القرآن مركز. فاهم القرآن وعارف تفسيره وفاهم معناه، دي تفرق معايا. اكيد طبعا، كونك فاهم ايات القران دي في حد ذاتها طبعا بتفرق معاك جدا جدا، ان انت بتسمع حاجه فاهمها. كتير من الناس بتشتكي الشيخ بيقرا او بقرا في المصحف ايات تتكلم على احكام مثلا، تتكلم على وقائع معينه انا مش عارفها. في قصص كتير في القران ممكن الواحد او بعض الناس تبقى متفاعله معاها عشان مشهوره ومعروفه، زي قصه سيدنا يوسف مثلا، لكن انت عرفتها وبقيت مركز معاها وبتحبها لان انت فاهمها او عايش القصه. تخيل بقى القران، قصص القران والاحكام اللي في القران والرسائل اللي في القران كلها بالشكل ده. الشيخ رامي كان ليه مقاطع جميله كده، كل جزء من القرآن ملخصه في حوالي 30 40 دقيقة. في ناس كانت بتعمل مشروع حلو قوي، يروح يسمع ال 30 40 دقيقة دول قبل ما يروح يصلي التراويح النهارده عشان يبقى مركز، أو معاه كتاب التفسير الميسر بيمسك الجزء يقراه كلمة كلمة ومعنى معنى عشان يبقى فاهم القراءة اللي بتتقرأ في الصلاة، يبقى لحد ما مركز. فده يضمن لك أكتر خشوع أكتر. في كتير من الناس لو ما جاش الخشوع بصورة الدموع والبكاء والكتف طالع كده فوق وحاسس إن هو متأثر مع الآيات والكلام ده، ممكن يعتبر إن ديت صلاة مش خاشعة، وده مش الخشوع. المجاهدة في حصولك على التدبر والخشوع في الآيات هو ده المطلوب. طيب ربنا سبحانه وتعالى أرسل لك الرسالة كده إن في قلبك تأثر بآية، أو أنت ساجد قلبك حضر في دعوة، دي في حد ذاتها فوز عظيم جدا جدا. وكأن الرسالة ديت إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك تخيل دي آية أنت خشعت معاها، كمل بقى. تخيل دي دعوة تأثرت بيها، كمل بقى، كمل فهم الآية، كمل فهم الدعوة، كمل عمل بالآية، كمل عمل بالدعوة. ما جاتش هنقول ده رزق، ولعل ربنا سبحانه وتعالى بيأخر عنك الرزق ده عشان تعافر وتتعب أكتر وأكتر، ولما يجي تحس فعلا بقيمته. دايما بنقول إن في فرق بين واحد مصلي واحد بيقيم الصلاة. ربنا قال وأقيموا الصلاة، والكلام على إقامة الصلاة مختلف عن مجرد واحد بيصلي. تخيل كده واحد سمع الأذان يردده، بيقوم يتوضأ، بيخرج للمسجد، يمشي في سكينة ووقار، يقول الدعاء بتاع ذهاب المسجد، دعاء دخول المسجد، يصلي ركعتين تحية مسجد، يدعي بين الأذان والإقامة، يصلي السنة القبلية، يصلي الفريضة، يقول أذكار الصلاة، يصلي السنة البعدية، ياخد بعضه ويمشي. تخيل التحضيرة ديت أكيد بتفرق كتير جدا جدا مع واحد مجرد بيسمع الأذان ويستنى لحد الإقامة وبعد كده يجري يصلي. فبالتالي لا يستوون، ده غير ده. ده هيحس بالصلاة أكتر، هيحس بخشوع أكتر، هيحس إن قلبه حاضر أكتر، والتاني ده ما بيلحقش، بيفوق عند السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الإمام الشافعي كان اشتكى لواحد صاحبه اسمه وكيع إن هو عنده مشكلة في الحفظ. الإمام الشافعي ده كان فز في الحفظ، لكن حس بمرة إن هو ضعف في الحفظ بتاعه شوية، فاشتكى له، فقال الكلمتين في بيت شعر جميل كده، يقول: شكوت الوكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. قياسا على قصة الشافعي ممكن نقول إيه؟ فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن الخشوع نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فبالتالي عايز تخشع فعلا، ابعد عن الذنوب. إزاي بقى هتبقى قاعد بتعمل معاصي بتعمل ذنوب، بعد كده ساعة ما تيجي تصلي تبقى عايز قلبك يكون حاضر؟ ما أنت لسه دايس عليه من شوية، هيحضر إزاي دلوقتي؟ اعرف إن ده رزق، ادعي ربنا يوسع رزقك في الخشوع، تقرأ آيات القرآن وتعرف معانيها عشان تفهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه. لازم تبعد عن الذنوب، لأن الذنوب حائل بينك وبين الخشوع. الخشوع إن أنت تجهز نفسك صح وأنت رايح تصلي.